اهلا وسهلا بكم متابعي قناه وردنا الان الاخباريه. لا تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يجيب لكم اكثر المعلومات الحصريه والخاصه. قدم الرئيس التونسي الاسبق محمد المنصف المرزوقي خارطه طريق للعام الحالي، والذي يشمل تكثيف المظاهرات وتوزيعها على كل البلاد بانتظار تحرك الشارع الاجتماعي الذي سيضع نقطه الختام لنظام قيس سعيد على حد وصفه. بدوره دعا الوزير السابق محمد عبو في صوره عدم تنحي قيس سعيد أن تخرج مؤسسات الدولة وتعلن أنها لن تطيع الأوامر، وهذا ليس تمردا لأن سعيد لم يعد رئيسا للجمهورية بعد أن فقد الشرعية والمشروعية. وأشار عبو إلى أن بعض الملفات حركها سعيد اليوم وخاصة المتعلقة بحركة النهضة، إلا أنه لم يحرك بعض الملفات الأخرى نظرا للضغوطات الأجنبية، مشددا على أنه يحمي بعض السياسيين رغم المطالبة بمحاكمات جدية. واعتبر أن كبار المسؤولين على الفساد السياسي لم تتم محاسبتهم إلى الآن، وأن الملفات التي فتحها حتى المتعلقة بحركة النهضة تافهة، وأن الملفات الجدية لم يتم فتحها بعد. من جانبها أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن خارطة طريق تقوم أساسا على إعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية وتفويض الرئيس قيس سعيد مهامه لشخصية أخرى، وإعلان تعديل وزاري عاجل تحضيرا لانتخابات رئاسية وبرلمانية. في المقابل أكد رياض جراد الناشط السياسي المقرب من قصر قرطاج أن جبهة الخلاص تخطط لإعلان حكومة موازية يوم 14 جانفي، وهو ما دفع الرئيس لعقد الاجتماع الذي حضره وزراء سيادة وقادة أمنيون وعسكريون، وقال إن الدولة واحدة ولها حكومة واحدة. كما وكشف الرئيس قيس سعيد بنفسه عن قيام أطراف بدعم من لوبيات بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وأضاف في اجتماع أمني أن تلك الأطراف تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة، والحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.